واقف وبفكر في الزغلول اللي انا جايبها ده طايرها انا، عشان بقالهم 6 ايام عنده المفروض كده حافظوا المكان وحافظوا عنهم. قلت افتح عليهم بقى وبرزقهم طاروا رجعوا ما رجعوش برزق، بس الصراحه بفتح عليهم وانا خايف عشان لو راحوا ما رجعوش هتبقى صدمه كبيره. بس اللي ملوش قلب ملوش رزق، افتح عادي يا خليو وصبها على الله. بس قعدت اتفرج عليهم اول ومل عيني منهم عشان لو راحوا ما رجعوش هبقى زعلان برضك عشان ما ابقاش كداب. وفتحت عليهم وقلت بقى اما اروح اقف في البلكونه شويه واتشمس في جارتن سيتي الجميله، وقاعد بتخيل ان هم بقوا اجمد جوزين حمام وطايرين في الجو ومزاجي حلو، بس في الاخر عارف ان لو طاروا ما عادوش راجعين لي تاني. وقلت كفايه واقفه كده بقى وادخل بص عليهم شوفهم خرجوا من العين ولا لا، عشان لو خرجوا هبدا اصفر وارزع واقلب الدنيا عشان اخليهم ينجموا. بس اتصدمت لما رحت ولقيتهم لسه واقفين زي ما هم ما خرجوش من العين. وقفت افكر في اي حاجه ادالهم اخلي دمهم سخن ويطلعوا في الجو فوق ويقلبوا الدنيا وينجموا. واللي جه في دماغي عمليه رقم 212 لازم اعملها معاهم، اشربهم كاكولا سفندس عشان الجو حر عليهم ولازم ينعنشوا ويبقى مزاجهم حلو، عشان اول ما اطلع لهم المره الجايه وافتح عليهم العيون بتاعتهم الاقيهم طالعين على طول وبينجموا في السحاب. املت لهم الفخار بتاعتهم بدل ما املي ميه املته لهم سفندس. واوعى تكون وصلت لحد هنيه ولسه ما عملتش لايك تشجعني بيه، وقلت معاني الازازه السحريه اللي هتعمل معايا المعجزات مع الحمام. وقلت ما اقفل عليهم بقى عشان ما فيش نصيب ان يطلعوا النهارده، وانا والله ما عدت فاهم حاجه، واهم حاجه الصلاه على النبي.